تنصهر إفريقيا. هكذا أطلق البعض على الشاب المصري الذي جاب أنحاء القارة الإفريقية على الدراجة النارية خلال 6 شهور، عمر منصور. بدأ رحلته التي نظرها للسلام في يوليو عام 2009 من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لينتهي بها في مدينة الإسكندرية منذ أيام بعد أن قطع بدراجته حوالي 20,000 كيلومتر. جت الفكرة أني أسوق من أول جنوب القارة من عند ملتقى المحيط الهندي والأطلنطي لحد البحر المتوسط لحد اسكندرية. شحنت الموتوسيكل من مصر لحد دولة جنوب أفريقيا وبدأت القيادة من هناك مرورا بزيمبابوي، جنوب أفريقيا طبعا الأول، زيمبابوي، زامبيا، تنزانيا، رحت جزر زنزبار ورجعت تاني تنزانيا، وبعد كده رحت رايح على كينيا، اثيوبيا، السودان، ووصلت مصر. لم تأتي مغامرة عمر إلى إفريقيا فجأة، فقد بدأ الاستعداد لها منذ حوالي 5 سنوات بادخار الأموال اللازمة والتي تجاوزت 20,000 دولار. الرحلة دي تبقى مكلفة وتجهيزات الموتوسيكل والمصروف اللي بتصرفيه في الرحلة. نمرة 2 الحصول على التأشيرات. طبعا كانت الخارجية مصرية طبعا ووجه لها كل الشكر، بيساعدني في الموضوع دوت، بجانب طبعا القناصل العامة ودورهم في الرحلة، وكان في دور تأميني في مناطق الصراعات والحروب. بروح أقابل الناس، خصوصا الناس دلوقتي عندهم انطباع سيء كان بعد 11 سبتمبر بالذات علينا كشرق أوسط. فمقابلتي بالموتوسيكل بروح بخاطب الأول أندية الموتوسيكلات بره، وهي كتيرة جدا، كل مدينة فيها نادي بتاع موتوسيكلات فيها على الأقل 20-30 ألف عضو، فكانوا بيعملوا لي زي توك شو وندوة معاهم، فبشرح لهم باك جراوند عن مصر وعن المصريين، وان احنا الاسلام ده يعني سلام. على طبعا دي محاولات فرديه على قد ما اقدر طبعا. إلى جانب الصعوبات المادية، واجه منصور صعوبات كثيرة خلال مغامرته بإفريقيا. حالة الطرق كانت صعبة جدا، مدقات وسط الغابات والجبال والصحراء، والأحوال المناخية كانت صعبة جدا. لم تكن رحلة عمر إلى إفريقيا الرحلة الأولى في حياته، وإن كانت أصعبها، فمنذ عام 96 وعمر منصور يترك مهنته كمحام، بل ويترك أسرته لفترات طويلة من أجل الرسالة التي يؤمن بها. عملت مصر كلها سنة 96، بداية من اسكندرية، مرسى مطروح، سيوة، الواحات، خط الصعيد، ورحت البحر الأحمر وسينا، ورجعت عن طريق الساحلي الدولي. وبعد كده عملت 2003 من اسكندرية لحد باريس، مرورا بالأردن، سوريا، تركيا، اليونان، إيطاليا، وصلنا لفرنسا. وبعد كده عملت فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، ألمانيا، والعودة لفرنسا، اسبانيا، البرتغال، فرنسا. وعملت الساحل الشرقي بتاع الولايات المتحدة، من أول حدود مع كندا من ولاية فيرمونت لحد خليج المكسيك ولاية فلوريدا. خطط عمر للسفر لم تنتهي بعد، فما زالت أمامه رحلات كثيرة يود القيام بها، ولكن ينقصها الدعم المادي. الموتوسيكل طبعا محتاج له شوية مصاريف جامدة برضه عشان يرجع يقدر يسافر تاني، فربنا يسهل بس الاقي الأول راعي رسمي، وخطط لرحلات كتيرة لسه، غرب أفريقيا والشمال وآسيا وأمريكا الجنوبية. ستة شهور من المتعة والإثارة قضاها عمر منصور في رحلته الأخيرة بأفريقيا، ورغم الصعاب التي واجهها فإن رسالة السلام المصرية التي يود توصيلها إلى العالم كله تستحق هذا العناء. انتهت رحلة عمر، لتنطلق رحلة أخرى لمجموعة من قائدي الدراجات من كل أنحاء العالم لتجوب إفريقيا أيضا، ولكن هذه المرة نقطة البداية هي منطقة الأهرامات بالجيزة، ونقطة النهاية في كيب تاون بجنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الرحلة 4 شهور لقطع مسافة 12,000 كيلومتر. آلاء جويش، 10 مساء.